لكن بصراحه كان رايي انا رد غير موفق خالص. اولا بادئ هو الرد بايه؟ ان انا اقف مع الحق وما ينفعش اتاخر عليه ثانيه. طب انت عملت اللايف ده بعد قد ايه؟ بعد 3 4 ايام. طب ثانيه ايه؟ طيب يعني الاول هو طلع يعني ينتقد الناس اللي انتقدوا احمد حلمي. مبدئيا يعني هنعرف هو قال ايه. تاني حاجه، هو مصمم طول اللايف ان الهزار كان معاه هو، يعني هو احمد حلمي بيهزر معايا، انتوا مالكوا؟ انتوا اتضايقتوا ليه؟ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. مصطفى جاد اللي كان في ترند احمد حلمي بتاع مصري وقاعد صف اول لو تفتكروا يعني، هو ملحن، وكنت اول مره اعرف ان هو طبعا ملحن. يمكن مش متابعين بقالنا فتره اسامي الملحنين والموزعين والكتاب يعني، عشان بس الانترنت يعني ما بقاش زي الاول. ايام الالبومات كنت تعرف في الكفر مين وكده، لكن اغلب المنصات كمان ما بتكتبش اسامي الملحنين، فبالتالي كنت اول مره اسمع عنه اساسا بصراحه. غالبا ما لحنش لعمرو دياب، لان ما تهيأليش انه لحن لعمرو دياب خالص، او لحن حد يعني من الاسامي اللي انت ممكن تكون اغنيه كسرت الدنيا فتبدا مين اللي بيلحن. لا، ده دايما ايهاب عبد الواحد، ويعني محمد النادي الله يرحمه، عزيز الشافعي. الاسامي دي هي بس اللي دلوقتي يعني ممكن تلاقيها موجوده، لكن كنت اول مره اسمع عنه. فالمهم هو في لايف بيقول ايه؟ بيقول انا مصطفى جاد، انا ملحن كبير جدا، واتضايقت ان الصحافه كلمتني بس عشان المشكله دي او الخناقه دي، لكن ما بيكلمونيش بقالي 12 سنه وانا في المجال الفني وبعمل نجاحات قويه جدا. يجوز هو بيعمل نجاحات بس انا مش متابع بصراحه. انت قول لي في التعليقات لو يعني عارف له لحن اغنيه مشهور وكده. ولكن برضه انا مش مع ان الصحافه فعلا معاها حق ان الصحافه تروح ايه بس تفتكر الناس وقت الترندات ووقت المشاكل. المهم بيقول يعني برضو انا اشتغلت مع كبار النجوم وكده، واقدر اشتري مسرح، واقدر اشتري مش عارف ايه، يعني اقدر يبقى معايا فلوس كتير جدا. طب انت الكلام ده ما تقولناش احنا، يعني احنا ما قلنالكش حاجه. المهم هو بيقول يعني هو عازمني في الاخر، يعني برضو طلع معزوم في المسرحيه فعلا. وبالتالي هو بيقول ايه؟ لا ده هو راجل ما يقصدش، وبيدافع عن احمد حلمي يعني، وانه كان بيهزر معايا انا. بصراحه لا، يعني ما تمشيش هزار معاك انت، لان هو قال مصري. هو اتكلم عن المصريين عموما يعني، ما تمشيش. هو اكد في اللايف بقى كذا مره بيهزر معايا انا. الراجل بيهزر معايا انا، اللي اتدخل ليه؟ قالها حوالي 3 مرات او 4. لا هو انت مش فاهم برضو، هو الهزار ما قالش يا مصطفى انت كذا مثلا، لا هو قال على مصري عموما، على المصريين عموما يعني. فبالتالي الموضوع ما كانش خاص بيك انت خالص على فكره بالمناسبه. وفكره انك تشتري مسرح او ما تشتريش مسرح دي تقولها لنفسك، يعني احنا ما قلنالكش حاجه، احنا ما قلناش من قدرك يعني، ولا قلنا لك انت قاعد صف اول ليه مثلا، ولا قلنا لك اي حاجه خالص. فاحنا ولا احمد حلمي قال من قدرك، انت بتقول بيهزر معاك عادي. لكن هو بيتكلم عن المصريين، ما قالش يا مصطفى يا جاد. تمام. الكونسيبت بتاع الافيه كله انه انت مصري ازاي تقعد صف اول؟ ده انت اكيد معزوم. وفي الاخر انت طلعت معزوم فعلا يعني زي ما انت بتقول دلوقتي. فاللايف اللي هو عمله او الرد اللي هو عمله فيديو كان كله دفاع عن احمد حلمي، وهو حقه برضه، ده صاحبه بيدافع عنه. لكن بصراحه كان رايي انا رد غير موفق خالص. اولا بادئ هو الرد بايه؟ ان انا اقف مع الحق وما ينفعش اتاخر عليه ثانيه. طب انت عملت اللايف ده بعد قد ايه؟ بعد 3 4 ايام. طب ثانيه ايه؟ طيب انت بقالك 3 4 ايام. ان هو بيقول انا طالع ارد ليه؟ لان كلمه الحق ما ينفعش تتاخر دقيقه، ما ينفعش تتاخر ثانيه. حضرتك اتاخرت 3 4 ايام ورديت. واصل انا كنت برضو مستني الثلاث اربع ايام دول عشان ما حدش يقول ان انا بركب الترند وان انا مش لا، انت كانت الموجه عاليه فما كنتش عارف ترد وقتها. وبرضو لما رديت ردك ما كانش مقنع لناس كتير بالمناسبه. ده رايي انا مع احترامي الكامل ليه، وممكن يكون نجم كبير جدا ومحقق نجاحات جامده، وانا اللي جاهل مش متابع اسامي الملحنين. بسبب برضو المشكله الكبيره جدا اللي على منصات الاغاني، انهم بطلوا يكتبوا اسامي الملحنين والموزعين والكتاب، وبطلوا يكتبوا. دي كارثه. دي حقوق ادبيه لازم تتعمل. زمان الكفرات بتاعت الالبومات كنت ممكن تشوف منها، لكن دلوقتي فين؟ محتاجه حد بقى خبير قوي وباحث قوي، او حاجه تكون مفرقعه ومكسره الدنيا قوي عشان تعرف ان اللي عاملها مين بقى. عزيز الشافعي، ايهاب عبد الواحد، آه، تامر علي، يعني اسامي ملحنين معروفين برضو اللي بتعمل لهم نجاحات جامده جدا الايام اللي فاتت. قول لنا رايك في الرد بتاع مصطفى جاد، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الترند الجاي.